السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل محافظة الشرقية والمحافظة الأصعب وسط محافظات مصر كلها. لعام 2025 بتاريخ 21/1. يلا بينا نشوف امتحان الهندسة وحساب المثلثات. فربنا يستر ربنا يستر يا سيدي. السؤال الأول هنا بيقول لك جذر اتنين في القصة دي. تعالى نحل سؤال. أدي جذر اتنين، والجتا 45 1 على جذر اتنين، والجتا 30 جذر تلاتة على الاتنين. فده يروح مع ده يبقى جذر تلاتة على الاتنين. طب ايه ده؟ مفيش جذر تلاتة على اتنين في الاختيارات. شوف مين اللي بيكافئ ويديك جذر تلاتة على اتنين. جذر 60، يبقى الاختيار الأول عشان جذر 60 هتدينا جذر تلاتة على اتنين. يلا بينا نشوف سؤال رقم اتنين. ألف باء ج ده المربع. ايه ده اهو. ألف باء ج ده المربع. مديني الألف هدية، بيقول لي كام وكام؟ -1 و4. ومديني الجيم ب1 و6. بيقول لك فهنا مساحته هتجيب طول ألف ج. طب وايه علاقة طول ألف جيم؟ ما هو مساحة المربع نص مربع طول قطره، وليكن طول قطره لام يبقى نص لام تربيع. فيلا بينا نجيب ألف جيم مع بعض اللي هو اللام. أنا فرضت بألف جيم اللي هو لام اللي هو طول القطر عشان ما توش مني، هتجيب بقانون البعد. سؤال مش صعب ده. أدي جاز، يلا بينا نجيب مع بعض. -1 ناقص 1 -2 أربعها ب4. 4 ناقص 6 -2 برضه ب4. جذر 4 مع جذر 4 اللي هو جذر 8، يبقى نص جذر 8 بس في تربيع. التربيع ياكل الجذر، يبقى نص التمانية بيساوي 4 وحدة مربعة. يبقى المساحة بيساوي 4 وحدة مربعة. إيه ده؟ مفيش 4 ولا إيه؟ لا في 4 الحمد لله. يلا بينا يا سيدي نشوف سؤال رقم 3. بيقول لي ألف باء ج د شكل رباعي. طب نشيل الكلام اللي فات وندخل على سؤال رقم 3. نعلي البتاع دي عشان نكتب براحتنا. ألف باء ج ده شكله رباعي، في جا ألف بيساوي جاتا 2 ألف. خلي بالك دي معلومة بتدل إن 3 ألف بيساوي 90 درجة. فالألف بيساوي 30 درجة. شوف بقى هو عايز منك إيه. ومديك الباء ب150 في السؤال، مديك الجيم ب50. يبقى أنت معاك 3 زوايا. سألك عن الزاوية الأخيرة وهي د، هتقول له 360 ناقص مجموع دول كلهم. 360 ناقص الحدوتة دي كلها اللي هي 30 و150 اللي هي 180. تمام. و158 اللي هي 230. اطرح 0 3 1 يبقى 130 درجة. 130 درجة. طبعا من معروف المحافظة الشرقية بتحاول تجيب أسئلة مش متناولة. يعني إيه مش متناولة؟ يعني مش موجودة كتير بحيث إن الطالب يقعد يفكر شوية. لو طالب على قده لا انت اركن يا عم الحاج ما تروحش الامتحان، انت ساقط من البداية. ده انت لو طالب شاطر يا رب تروح وتجيب درجة حلوة مش تقفل كمان. ما بيحاول يجدد في الأسئلة. فيلا بينا نشوف سؤال رقم 4. بيقول إذا كان المستقيم 4 ص بيساوي ألف. مش عارف هو مكتوب ايه هنا. مع محوري الأحداثيات ولا ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ مع محوري الأحداثيات في الربع الأول مثلث متساوي ساقين. يبقى يصنع مع محوري الأحداثيات في الربع الأول مثلث متساوي الساقين. فإن قيمة الألف بإيه؟ صلى على النبي بيه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يقصد إن المستقيم 4 ص بيساوي ألف. تمام. لا ثانية نبحث عنها عشان ما يطلعش في حاجة خطأ ولا حاجة. نجيب الاختبار ونقرأ السؤال كامل. أهو يا سيدي. هو جبت لك السؤال بيقول لي 4 ص بتساوي ألف س -3. أيوه كده. يصنع مع محوري الأحداثيات مثلث متساوي الساقين. ده أبطال مستقيم عالي. بيقول لك ده مثلث متساوي الساقين مع محوري الأحداثيات، فده يدل على حاجات كتيرة. إيه من ضمنها؟ إن دي 90 درجة فالزاوية دي 45. فطالما معاك الزاوية دي ب45 يبقى معاك الزاوية اللي بره ب135. يبقى معاك الميل اللي هو ظل الزاوية اللي هو زاوية 135 يطلع بسالب 1. طب ايه علاقة الميل بالموضوع؟ ما انت تقدر تجيب الميل من هنا وتساويه بالميل ده. طب الميل من هنا ايه؟ اللي هو معامل السين ألف، معامل السين على قصاد سين على معامل الصاد اللي هو 4. هو ده قانون الميل في حالة إن الصاد والسين في طرفين مختلفين. معامل للسين على معامل الصاد. أساويه بسالب 1. هضرب طرفين في وسطين
يبقى الألف بيساوي سالب أربعة وخلص يا سيدي. هل هو طلب الألف ولا طلب إيه؟ فعلا طلب الألف بسالب أربعة، ولكن وقفنا في السؤال إن هنا كمالة المعادلة مش موجودة بس. سؤال رقم خمسة برضو هكذا. إيه يا جماعة ده؟ أنتوا عارفين ليه الكلام ده؟ المستقيم الذي يمر مش عارف بمين الصادات معادلته إيه؟ ثانيا بص نشوف. المستقيم الذي يمر بالنقطة خمسة وأربعة ويوازي محور الصادات. يوازي محور الصادات يا أبطال. هو السؤال ناقص عشان ما توهش مني. هو المفروض يكتب المستقيم الذي يمر بالنقطة خمسة وأربعة يوازي محور الصادات. بس هو اللي مصوره شايل إيه؟ شايل العلامة المائية، فتلاقيه شايل هنا وهنا. ماشي. طالما بيوازي محور الصادات يبقى السين بيساوي المسقط السين يا جميل، يبقى السين بتساوي خمسة. سؤال ستة. النقطة التي تقع في على المستقيم المر بالنقطتين، بس نختار س بيساوي خمسة. دي فين هي؟ س بيساوي خمسة اللي هو الاختيار الأول. ماشي. النقطة التي تقع على المستقيم المر بالنقطتين دول اتنين وتلاتة وأربعة وأربعة، يا ترى هي مين؟ مم. إيه الكلام الجميل ده؟ إيه الكلام الجميل ده؟ لازم أجيب الميل. نجيب الميل بتاع النقطتين دول. أربعة ناقص تلاتة واحد، ده الميل. بطرح الصادات وبعد كده بطرح السينات. أربعة ناقص اتنين يدينا اتنين. وبعد ما تطرح وتجيب الميل هتجيب لي الميل بقى بين الأربعة والأربعة دي وأي نقطة تحت. اشمعنى أخدت الأربعة والأربعة؟ عشان أسهل عليك، ولكن ممكن تاخد اتنين وتلاتة وتشتغل عليها. فأنا دلوقتي أكيد مستحيل أربعة مع الأربعة مع واحد مع الواحد مش هتدينا نص أبدا عشان دول قيم متساوية. ماشي. فاستبعدها. فخلينا دلوقتي أربعة مع أربعة مع الاختيار التاني، ودي لازم فيها تجريب. يعني إيه لازم فيها تجريب؟ يعني أنت لازم تجرب الاختيارات. فاهمني؟ تعال نجيب دلوقتي الميل بين النقطة أربعة وأربعة ولا الاختيار التاني، نشوفه صح ولا غلط. فرق الصادات أربعة ناقص اتنين اتنين. تمام. وأربعة ناقص أربعة صفر، لا ما ينفعش. يبقى اختيار التاني خطأ. شوف الاختيار التالت. أربعة وأربعة مع الاختيار التالت اللي هو ستة وخمسة. ده هقول فرق الصادات خمسة ناقص أربعة على فرق السينات ستة ناقص أربعة. خمسة ناقص أربعة واحد، ستة ناقص أربعة اتنين، فعلا نص. وده سؤال حلو جدا. ده سؤال حلو وما يحلوش إلا الطالب الطب أو لا إما يكون غاشش أو متسرب له الامتحان. سؤال سبعة. ألف بقى جيم مثلث قائم في باء. تعالى يا سيدي أروح أرسم. ألف باء جيم أهم حاجة يبقى قائم في باء. حلو. ألف جيم قلنا كذا مرة دي بخمسة، ده سؤال عادي. وباء جيم بتلاتة. باء جيم دي بتلاتة فده أربعة. سؤال مشهور. ويجي يسألك عن أي حاجة تقدر تجاوب. سألنا عن الظا ألف المقابل على المجاور يبقى تلاتة على الأربعة. تلاتة على الأربعة أهي. يبقى ظا ألف بيساوي تلاتة على الأربعة. يلا بينا نشوف سؤال رقم تمانية. سؤال رقم 8 بيقول لي ده الهاء واو قائم في واو. ايه موضوع المثلثات القائمة؟ الامتحان كله مثلثات قائمة. ادي الواو وادي الدال والهاء. بيقول لي ظا دال بيساوي واحد. طب ما ظا دال بيساوي واحد يبقى الدال بخمسة وأربعين. فطالما ده بخمسة وأربعين ده بخمسة وأربعين يبقى زاوية الهاء هي الدال. وواو هاء بيساوي واو دال. واو هاء. فين واو هاء بيساوي واو دال؟ هل موجودة؟ طب تعال نشوف خيار عشان ما نتعبش مع بعض. الدال بتساوي الواو. لا الكلام ده غلط. الدال بتساوي الهاء. بيقول لك ده الهاء، لا ما ينفعش. ده الهاء ده وتر ابعد بعيد عنه ما ينفعش يساوي حاجة. زاوية الهاء بتساوي زاوية الواو يا سيدي. ما فيش حاجة بتساوي الواو. طب ده الواو بيساوي واو هاء. ده الواو بيساوي واو هاء. ده اختيار سليم. وحطه في الآخر ليه؟ عايز تسأل الطالب ليه؟ طب حطه في النص يا سيدي. لازم يجرب ده كله ما بياخد وقت منه طويل ده في الامتحان. ماشي. سؤال تسعة. صورة النقطة سالب اتنين وواحد بالانعكاس مع محور الصادات. خلي بالك ده سؤال كان عليك في أولى إعدادي فأنت أكيد فاقد الذاكرة ونسيه. تمام. صورة النقطة بالانعكاس في محور، أو لو أنت نسيت وارسمه، ولكن بالانعكاس في محور الصادات. روح يا سيدي غير السين. يعني سالب اتنين تخليها اتنين والصاد تثبته. ولكن أنت لو جيت رسمتها يبقى أحسن لك. يعني سالب اتنين وواحد أهو. سالب اتنين واطلع الدور الأول أدي النقطة دي وليكن ألف. انعكاس في محور الصادات أدي محور الصادات. الألف دي لما تيجي تنعكس هتنعكس هنا أهو مرايتها يعني. فتبقى اتنين مع الواحد. يا رب تكون وصلت بالفهم. بلاش بالحفظ عشان أكيد أنت ناسي.
مستحيل تكون مراجع النقاط دي كلها. طب 2 و1 دي تقع في الربع ليه؟ تقع في الربع الأول، تقع في الربع الأول. وخلصنا الاختيارات وضرب نار. طبعا اختيارات صعبة وكلها في العالي. طلع بقى نشوف الأسئلة المقالية. يا ترى هتبقى إيه؟ ربنا يستر يا بيه. أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة ويوازي المستقيم الذي معادلته. والله السؤال ده أنا بحله بطريقة سهلة جدا، الصراحة بحبها. تمام. إيه هي الطريقة السهلة يا مستر؟ إن أنا أشيل الجيم الخمسة دي وأحط مكانها أي رمز وليكن جيم، وبعوض بالنقطة دي. خلصت. بس بعد ما تعوض بالنقطة بتجيب الجيم. تعال نعوض مع بعض. 3 صاد يبقى 3 في 6 18 زائد السين اللي هو زائد التسعة بيساوي ج. طب 9 و18 كام؟ 27. إذا المعادلة هي 3 صاد زائد السين بيساوي 27. مفيش أسهل من كده ولا أجمل من كده ولا أروع من كده. ما تجيش بقى تقول لي كاني ماني. أنت مش حابب الطريقة، في طرق تانية. زي إيه؟ طيب ما تطمني يا مستر. أطمنك، ممكن تجيب الميل الأول أو الميل المعطى، اللي هو سالب معامل السين على معامل الصاد. وبما إن المستقيم الأول بيوازي التاني، إذا الميل التاني برضه بسالب تالت. يبقى المعادلة إيه؟ صاد بيساوي الميل في السين زائد الجيم، يبقى الصاد بتساوي سالب تالت سين زائد الجيم. إزاي نجيب الجيم؟ نعوض يا سيدي مع بعض بالنقطة 9 و6. أشيل الصاد وأحط 6، وأشيل السين وأحط 9 زائد الجيم. 9 في سالب تلت بسالب 3. سالب 3 تيجي هنا بموجب 3. 3 و6 9، يبقى الجيم ب9. هروح أعوض هنا بقى، أو أقول له المعادلة هي صاد بيساوي سالب تلت س زائد 9. وأنت بالنسبة لك شوف الأسهل وحل بيه. الاتنين صح. المعادلة دي هي نفس المعادلة اللي أنا جبتها لك من شوية، اسمها صور مكافأة، يعني كلهم صح. وتحل بالطريقة اللي تعجبك، بس أهم حاجة الحل يبقى في النهاية سليم. تمام تمام. سؤال 11، عشان ما تتلخبطش أعمل لك كده وهكتب لك سؤال سؤال بالتفصيل. سؤال 11 ده كان 10، ده 11. بيقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة، حيث الهاء زائد 5 قياس زاوية حادة، أوجد قيمة الهاء. ظا هاء زائد 5 بيساوي إيه؟ بيقول لي جا 30. جا 30 كلنا حافظينها نص، وجاتا 60 نص. طب جاتا تربيع 30 إيه؟ جاتا تربيع 30 دي، جاتا 30 بجذر 3 على الاتنين، يبقى اكتب 3 على 4. وظل 45 دي بواحد، ممكن ما تكتبهاش ملهاش لازمة عشان محايد ضربي. هتكتبها عشان خطوات؟ ماشي يا سيدي اكتبها عشان خطوات. نص في نص بربع، وتلات أرباع وبيساوي واحد صحيح. يبقى ده كله كده هو اللي بمين؟ ظل مين اللي بواحد؟ ظل 45، يبقى الزاوية دي كلها ب45. يبقى الهاء بيساوي 40 درجة. سؤال ما فيهوش مشاكل. يبقى حتى الآن الأسئلة المقالية 10 ما فيهوش أي مشكلة، 11 ما فيهوش أي مشكلة. أنا ماشي معاك نقطة نقطة. تمام، عشان ندي كل سؤال حقه. ولو حاجة صعبة أقول لك فعلا صعبة. أنا بتكلم بلسان الطالب. يعني السؤال ده بقول لك سهل، ما تقوليش سهل بالنسبة لك يا مصر، لا سهل بالنسبة للطالب. سؤال 12، أوجد قيمة ألف إذا كان المستقيم الذي معادلته يوازي المستقيم. بما إن يا سيدي المستقيم الأول بيوازي التاني، يبقى الميل الأول هو الميل التاني. هتجيب الميل الأول إزاي؟ لقانون سالب معامل السين، يبقى أحط سالب هنا ومعامل السين أهو، على معامل الصاد اللي هو سالب 3. بس خلي بالك لازم هنا تعمل قوس ده. طب الميل التاني اللي هو فرق صادات 9 ناقص 5 4، يعني على فرق سينات ألف ناقص صفر. ابدأ اضرب طرفين في وسطين. سالب 3 في 4 ب 12. المستر السالب ده راح فين؟ لا السالب ده أنا همشيه مع السالب ده. وألف في القصة دي بألف تربيع ناقص 4 ألف. ابدأ صفر معادلتك. تمام، وحللها على مهلك. ألف أس 2 افتح قوسين، ألف في ألف ال 12 2 في 6. الكبير إشارة الأوسط والتاني عكس الإشارة. يبقى الألف الأولى ب6 والألف التانية بسالب 2. هل هو قال لك قيم موجبة أو حاجة، أو شرط عليك شرط ولا حاجة؟ لا هو ما شرطش عليك أي شروط. خلاص يبقى الألف لها قيمتين سالب 2 و6، ولازم تكتب القيمتين. وده كان سؤال 12. سؤال رقم 13 بيقول لك الباء ب1 و2. ماشي، الباء ب1 و2. وبعدين الجيم ب3 و4.
الجيم أكيد هجيب الميل 100%، هيخدمني. فيلا بينا نجيب الميل يا سيدي. الميل هو يا مستر فرق صادات 4 - 2 - 2 على مهلك واحدة واحدة، على فرق سينات 3 - 1 - 2 و2 على 2 فعل واحد. فده يفيدني كمان إن ظل زاوية الجيم ألف واو، جيم ألف واو بتساوي واحد. فزاوية جيم ألف واو تطلع ب45 درجة، يعني أنا أقدر أقول لك إن دي ب45. فده معناه إن دي برضه ب45. يبقى واو دال هي واو ألف. أنا حتى الآن ما أعرفش هو طالب لسه مني إيه. يعني الدال دي لو جيت فرضتها إنها طلعت مثلا وليكن يا سيدي لام أو أي رمز، يبقى الألف دي مشيت على اليسار نفس الرمز ده. بس في حاجات محذوفة في المسألة، فثانية أجيب الورقة الكاملة معايا من على الموبايل وأقول لك هو مكتوب فيها إيه. بيقول لك عايز معادلة، هو عايز معادلة الباء ألف أو الجيم باء أو الباء دال كلهم نفس المعادلة، اللي هو معادلة المستقيم يعني. تمام. فده أمرها سهل جدا. ليه؟ الصاد بيساوي الميل في السين زائد الجيم، واحنا جبنا الميل بواحد، يبقى الصاد بتساوي الميل في السين اللي هو واحد في سين بسين زائد الجيم. الجيم ده عشان تجيبها وتعوض باقي نقطة براحتك، لا إما الباء لا إما الجيم. وليكن أنا حبيت الباء أحوض بالباء، أشياء بالتعويض بنقطة الباء، بالتعويض بنقطة الباء اللي هي بواحد واتنين. أشيل الصاد أحط اتنين، أشيل السين أحط واحد. واحد زائد كام يديك اتنين، واحد زائد واحد يبقى الجيم بتساوي واحد. إذا المعادلة هي في الصورة النهائية صاد بتساوي س زائد الواحد عشان تاخد الدرجة بتاعتك كاملة يا سيدي. قال لك طالب منك مساحة المثلث. أكيد مساحة المثلث اللي تحت ده. ما عشان تجيب مساحة المثلث ده لازم تجيب لي القاعدة أو الارتفاع أي نقطة فيهم. فأنت تحب تجيب إيه؟ ما تصلي على النبي بيه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. وليكن يا سيدي أنا هجيب الدال تقع على محور الصادات. أروح أكتب له الكلام ده وهكتبه لك دلوقتي عشان ما تتوهش مني. الباء أو الدال تقع على محور الصادات، يبقى ممكن أفرضها يا مستر الدال دي إن مسقط السين بتاعها بصفر وليكن وطلعت س. تمام. وأنا جبت الميل بواحد، أهو فيبقى ميل برضو باء دال بواحد. الباء دال أهو عشان على نفس المستقيم. طب ما أنا معايا الباء بس معايش الدال، فأقدر أطبق القانون اللي هو الباء دال فرق الصادات على فرق السينات، هنا صفر وهنا س. تعالى اطرح معايا الباء والدال. فرق الصادات، بس خليها صفر وصاد، يعني ايه صفر وسين دي؟ خليها صاد احسن يعني عشان تقع في المسقط الصادي. ماشي، او السين برضو صح، مش هتفرق اي رمز. بس انا بقول لك الافضل 2 - صاد او صاد ناقص 2. انا هخليها صاد ناقص 2 فرق الصادات على صفر ناقص واحد سالب واحد. طرفين في وسطين، سالب واحد في الواحد. سالب 2 تجينا بموجب 2. يبقى الصاد باتنين ناقص واحد بواحد، إذا نقطة الدال هي بصفر وواحد. ويبقى نقطة الألف، ما هو الواو ألف هو الواو دال، ما أنا قلت لك ده مثلث مساوي الساقين في البداية. فيبقى واو ألف تقع على محور السينات، يبقى الصاد بصفر. والسين رجعت قد إيه؟ رجعت سالب واحد. طب مساحة المثلث يا سيدي نص القاعدة اللي هي واحد في الارتفاع اللي هو واحد، اللي هو نص يعني، ما واحد في واحد بواحد. يبقى بيساوي نص وحدة مربع. يبقى مساحة المثلث بيساوي إيه؟ نص وحدة مربع. سؤال فيه شغل، سؤال حلو في شغل وحدة مربعة ومش أي طالب يحل. ماشي. سؤال 14. ألف باء قطر في الدائرة التي مركزها 5 و7، فإذا كانت الباء ب8 و11 أوجد معادلة المستقيم العمودي على ألف باء من نقطة الألف. يبقى هنا لازم إيه؟ لازم نشد القصة بتاعتنا. ثانية واحدة عشان نرسم رسمة براحتنا. ادي يا سيدي اهو، وادي الدايرة بتاعتك، احلى دايرة في الدنيا. ادي الدايرة اهو يا سيدي، وبيقول لك الف باء قطر. ارسم لك الف باء قطر عشان تبقى المسألة بدماغ كده. الف باء قطر، بيقول لك الف باء قطر في الدايرة التي مركزها 5 و7. مديك المركز ب5 و7 ومديك الباء ب8 و11.
وبيقول لك عايز معادلة المستقيم العمودي على ألف باء من نقطة الألف، يعني عايز معادلة المستقيم ده أبطال. ما أول حاجة لازم تجيب لي ميل، وليكن المركز أهو ميل الميم باء اللي هو أو ألف باء، هو فرق الصادات على فرق السينات 8 ناقص 5، 11 ناقص 7 4، و8 ناقص 5 3، هو ده الميل. وبما إن أنا عايز مستقيم عمودي على ألف باء، إذا يا مستر ميل المستقيم ادي ميل المستقيم لام هو بشقلب الأربعة التلاتة وبعكس إشارتها. يبقى المعادلة بتاعته صاد بتساوي الميل ده اللي احنا جبناه في السين زائد الجيم. كيف نأتي بالجيم؟ طالما بما إن المستقيم هو نفسه قال لي يمر بألف، يبقى نعوض بألف. طب الألف مش معايا، يبقى لازم نجيب الألف. الألف أجيبها إزاي؟ دي لها قصة تانية وسؤال تاني. يعني همسك نقطة المنتصف وأقول له طالما هي في نص ألف باء، يبقى هفرض الألف بسين وصاد. يا مستر ما تكمل تحت، إيه اللي حصل فوق؟ يا سيدي أنا عايز أعوض بألف والألف مش لاقيها، فأنا هجيب له دلوقتي الألف خارج النطاق، ده جزء تاني. مع الخمسة والسبعة الميم ده هو منتصف الألف بقى، فهطبق قاعدة المنتصف اللي عليه، اللي هو بجمع وبقسم على الاتنين س زائد 8 على الاتنين، وبجمع صاد 11 على الاتنين، وأساوي الأول بالأول، وأساوي التاني بالتاني. 5 في 2 ب10، يبقى السين دي ب2. ماشي. و2 في 7 ب14، يبقى الصاد دي بتساوي 3. حلو. يبقى أروح أقول له الألف اللي احنا دخنا عليها وجبناها فوق هي 2 و3، يبقى بتعوض بالنقطة دي، شيل الصاد أحط 3، وشيل السين أحط 2 زائد الجيم. تعالى مع بعض. على الاتنين في الواحد على الاتنين في الاتنين، -3 على الاتنين تيجي هنا بموجب 3 على الاتنين، جنيه ونص. ده 3 على الاتنين ده اللي هو 1.5، وتلاتة يديك 4.5، يبقى جيم ب4.5. إذا المعادلة ص بيساوي -3 على 4 س زائد 4.5. المسائل كلها يعني إيه مستويات عليا واضرب في النار. واحد يقول لي أنا مش حابب 4.5، كتبتها 9 على 2. يا سيدي اكتب زي ما أنت عايز تكتب، هي صور مكافأة. نروح لسؤال رقم، كده خلصنا 14. ندخل في سؤال رقم 15. يعني المحافظات كلها بنحلها في 15 دقيقة، محافظة شرقية هي لازم تعدي. أهو احنا دلوقتي 22 دقيقة قاعدين نسجل، كلهم شرح صوفي. سؤال 15 يا سيدي، بيقول لك ألف باء ج د شبه منحرف. شبه منحرف ليه رسمتين، ما تستعجلش. قال لك متوازي وقائم، يبقى تعمل كده أهو. ألف باء ج د، بيقول لي ألف د بيوازي الباء ج، ودوت الباء قائمة، وألف باء ب3 وباء ج ب10 وألف د ب6، مسألة محفوظة. هتروح تسقط دال هاء أو دال مثلا لام، أي حاجة، دال هاء عمود على الباء ج. بعد ما تسقطها عمودي، إذا ألف باء هاء دال ده مستطيل، فده لو 6 اللي فوق يبقى ده 6، وده ب3 ده ب3. طب بالعشرة دي مش أكلنا 6، يبقى 4. بنظرية فيثاغورس نجيب ده الج. 3 4 مربع الأولى ومربع التانية يدينا 5. تمام يا سيدي؟ تمام. هو طلب منك 2 جتا مش عارف ايه، 2 جتا زاوية د ج ب ناقص ظا ألف ج ب. هكتب 2 وأشوف الجتا. د ج ب، د ج ب أدي أهو. الجتا المجاور على الوتر ده. طب ألف ج ب، ألف ج ب مش مرسومة، هتروح ترسمها أنت في الرسمة. ألف ج ب عايزين الظا، هشتغل المثلث الأصفر، قانون الظا المقابل اللي هو 3 على المجاور اللي هو 10 كله. 2 في 4 ب8 على 5 ناقص 3 على 10. هضرب هنا في 2 وهنا في 2 لتوحيد المقامات. لتوحيد المقامات. 2 في 8 ب16 ناقص 3، والعشرة هي 16 ناقص 3 13 على 10. ممكن نكتبها 1.3 وخلص يا سيدي. نشوف آخر سؤال في الامتحان اللي مش راضي يخلص ده. إذا كان البعد بين النقطتين بيساوي ده، هطبق قاعدة البعد فتربع دول. 2 في 2 ب4، و4 في 5 ب20، أو اعملها على الآلة ربع دي. طبق بقى القاعدة هنا بدون جذر، أقول س ناقص 6
وخمسة ناقص واحد، وما بينهم زائد، وده في قوس وده في قوس، وهنا تربيع وهنا تربيع. القانون بتاع البعد أفكرك بيه: جذر مربع فرق سينية زائد مربع فرق صادات. خمسة ناقص واحد أربعة، تربيعها بستاشر. الستاشر تاكل لعشرين، يتبقى أربعة. بقت معادلة بسيطة من أيام تانية إعدادي: س ناقص ستة مرة باتنين، وس ناقص ستة مرة بسالب اتنين. سالب ستة تيجي بموجب ستة يديك تمانية، سالب ستة تيجي بموجب ستة يديك أربعة. إذا قيم س تمانية وأربعة. وأشكره على كلمة قيم س، عشان فعلا في قيمتين. فالطالب لا قدر الله لو ناسي قيمة يقدر يفتكر ويبقى في قيمتين. طبعا امتحان تقيل جدا زي ما متعودين من الشرقية. تمام. امتى يرحموا طلاب؟ ان شاء الله يرحمكم 2023، او في عام 2023، يعني على حسب 2025. لسه معاكم 5 سنين تاني. تمام. لما البكالوريا تتطبق بقى: ما كان من خطأ فهو من نفس من الشيطان، ما كان من توفيق من الله عز وجل. اشوفكم في فيديو جديد. عندك اي استفسار يا حبيب قلبي كلمني وابعتهولي او اكتبولي في الكومنتات، هرد عليك بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.